بتتعلقي بواحد بيفضل يهمل فيكي، وبتتعلقي بواحد بيفضل يأذيكي، وبتتعلقي بواحد بيفضل بيجرحك. عارفة ازاي؟ يعني لو هو بيهمل فيكي وما بيسألش عليكي، بتفضلي انت تدوري وتسألي، تفضلي انت ترني وتتصلي، اصل هو ما اتصلش، بتفضلي تبعتي في مسجات وهو ولا هو هنا. هو في الطراوة ليه؟ عشان هو ضمنك، بقيتي مضمونة، عشان هو عارف ان انت متعلقة بيه. مبسوطة؟ مبسوطة لما عملك سين على الواتساب ولا رد ولا سأل، وانت تفضلي تدخلي وتطلعي وتقفلي تبعتيله انت فين؟ انت ما ردتش، وهو ولا هو هنا بيهملك. عارفة يعني ايه بيهملك؟ يعني مش سائل فيكي، يعني مطنشك، وانت تفضلي حزينة وموجوعة. ده انت ممكن تقومي من نومك تقومي تدوري هو بعتلي مسج، هو رد عليا، هو رن علي، ولو جاتلك منه نقطة يعني ممكن تقلب حياتك. انت للدرجة دي ضعيفة؟ انت للدرجة دي هشة من جوه؟ بصي على نفسك كده، انت مبسوطة بنفسك وانت كده؟ مبسوطة من واحد بيأذيكي ترجعي تقولي خلاص انا هسامحه؟ واحد بيخليكي تنامي معيطة، ممكن يقولك كلام يجرحك تقولي انا هسامحه، اصل انا عايزاه، اصل انا بحبه. ايه ده؟ ايه ده اللي انت فيه ده؟ بتعملي في نفسك كده ليه؟ فوقي، فين كرامتك؟ هتقولي لي مفيش مع الحب؟ لا، اللي قالك كده غلط. انتي رقم واحد، ما ينفعش حد يأذيكي وتسامحيه. هيأذيكي مليون مرة، هيتعود يدوس عليكي. هي دي طبيعة البشر وطبيعة الكون، اللي أذيكي مرة وانتي سامحتيه هيأذيكي مليون مرة، وهيفضل الجرح جواكي متلزق، لكن جرح ورا جرح ورا جرح لغاية لما تنفجري. خايفة تخسريه. هو أذاني وجرحني، أصل هو عمل لي بلوك وأنا لسه بحبه، يا دوبك فك البلوك وبعتلي نقطة خلاص أنا سامحته. للدرجة دي انت رخيصة؟ للدرجة دي انت ضعيفة؟ كل دي هشاشة جواكي، كل ده تعلق. عارفة اللي جواكي ده ايه؟ دي احتياجات من وانت صغيرة، من وانت طفلة صغيرة. كان ناقصك اهتمام، كان ناقصك امان، كنت خايفة، حاجات كتير كنت بتدوري عليها ومش لاقياها. كبرتي كملت معاكي، بقى اللي يهملك عادي، بقى اللي يجرحك عادي. بقيتي خايفة، ده حتى لو خانك انت ممكن ترجعي له تاني، تديله الأمان تاني، عشان انت عبيطة. فوقي، عالجي نفسك بنفسك. انت تعبانة بالتعلق، انت مريضة بالتعلق. اوعي تخلي حد يضمنك، اوعي تبقي متاحة، اوعي تتعلقي. فوقي لنفسك، لانك فعلا تستحقي تبقي ملكة، تستحقي تتحبي، تستحقي حد يعيشك احسن حب واحسن قصة حب انت تستحقيها. بس لو انت حضنتي نفسك من جوه وانت طمنتيها وانت اديتيها الامان وما بقتيش مستنية ده من حد، هو اتصل عارفة لما انت ما تسأليش عليه وما تهتميش بيه وانت مكفية نفسك بنفسك ومش فارق معاكي هو اتصل ما اتصلش، سأل ما سألش، بعت ما بعتش، والله العظيم هو اللي هيتعلق بيكي. اتعلمي ازاي تخليه هو اللي يتعلق بيكي مش انتي. اتعلمي تبقي معززة، اتعلمي يبقى ليكي قيمة. والله ربنا قالها واضحة في كتابه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللي انت بتعمليه ده جواكي، اللي بيعمله فيكي هو ده النقص اللي جواكي. بطلي تتعلقي بحد، اتعلقي بنفسك، اتعلقي بربنا، ده رقم واحد في حياتك. شوفي ربنا بيقولك ايه واعمليه، شوفي ربنا عاوز منك ايه واعملي له. طول ما انت مع ربنا، طول ما انت هتبقي مستكفية من جواكي وشبعانة. لكن ما تبقيش شبه الإسفنجة، أي نقطة مية تيجي عليكي تشربيها،
اي حد يقولك كلمة حلوة خلاص انت نسيتي الوجع ونسيتي الجرح. لا، تسمحيش لحد يجرحك، ما تسمحيش لحد يأذيكي مهما كان. اوعي تخلي حد دموعك نزلت بسببه وتبقي معاه. فوقي، والله بعد كده هتندمي. في واحدة مرة قالت لي جملة مؤلمة جدا، قالت لي أنا عارفة إن الشخص اللي أنا معاه ده بيجرحني، لكن أنا مش قادرة أبعد. الحقيقة إن المشكلة ما كانتش في الشخص، المشكلة كانت في جرح قديم كان جواها، كان بيخليها تقبل أي وجع. أكبر خدعة بيعملها الوجع فينا إنه يقنعنا إن ده طبيعي، إن هو بيجرحنا فطبيعي إن إحنا نبقى مكملين معاه. لكن الحقيقة غير كده، انت تستحقي علاقة فيها أمان، مش علاقة بتكسر قلبك. أول خطوة في ترميم روحك إنك تبدأي تسألي نفسك سؤال مهم: هو أنا بختار اللي يريحني ولا بختار اللي أنا متعودة عليه؟ لما تبدأي تشوفي الحقيقة هتبدأي تكسري دايرة التعلق زي ما علمتك في الحلقة اللي فاتت. الوجع القديم ممكن يفضل جواكي سنين، لكن لما بتفهميه وبتعرفي تتناقشي معاه انتي اللي بتعرفي تمشي حياتك زي ما انتي عايزة. لأن ترميم روحك مش بس انك تعالجي الوجع، لأ، انك ما تسمحيش ليه ان هو اللي يختارلك حياتك. الوجع انتي عالجتيه، لكن انتي اللي هتختاري حياتك، مش الجرح القديم هو اللي يختارلك. قوليلي بصراحة في التعليقات، انتوا حسيتوا قبل كده ان انتوا بتكرروا نفس الوجع في حياتكم؟ وقولولي قررتوا تبدأوا ترميم روحكم ولا لسه؟ اكتبولي في التعليقات، أنا مستعدة أتغير. وفي النهاية أنا ماشية على مهل بس مطمنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم على خير في الحلقة الجاية.